والآن إليكم أعزائي المشاهدين أفضل 10 أنميات في الجيل الجديد من 2015 ل 2025 في رأيي الشخصي. بانكاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي دينا، بقدم محتوى أنمي. لو أول مرة تشوفني كمل الفيديو للآخر. لو عجبك يا ريت تشترك في القناة وتعمل لايك. في فيديو وقعت المقدمة دي، في ناس كتير قوي بعتت لي قالت لي دينا احنا بنحبها صراحة، يعني أحرجتوني جدا فهقولها خلاص، مش مشكلة. مش عايزين ننسى السبسكرايب بليز، وعايزين نوصل الفيديو ده لآلاف اللايكات. أي حاجة هتيجي منكم أنا موافقة. وما تنساش طبعا عزيزي المشاهد ان انت ما تشتمش في الكومنتات عشان ده رأيي، لان انا من الفيديوهات دي دايما بحب ان انا اعملها، ولكن بتردد جدا عشان شوية الفئة القليلة المندسة بيننا ككوميونتي، ويعني هم مش قليلة، هم كتير اللي بيدخلوا يشتموا لمجرد الرأي. جمعت انميات كتير من 2015 ل 2025، الانميات اللي صدرت من 2015 ل 2025 ها، يعني مفيش وان بيس، مفيش ناروتو الحمد لله. فاللي هو انا مش محتاجه بقى ابتدي اتزنق ناروتو ولا وان بيس ولا دراجون بول، لا دي انميات جديده لسه نازله. فانا جمعتهم كلهم وعملت بيهم فيديو لسه بيتمنتج، هقول لكم ايه احلى الانميات، كتير او 40 انمي 50 انمي حاجه زي كده، ونقعد نصنفهم الزيرو اللي انا بحبه ده. ولكن قلت طب خلاص، طب ما تنقيلك من الانميات ال 40 50 انمي ده اكتر 10 انميات انت حبيتيهم نزلوا من 2015 ل 2025. يا دينا اتقي الله، هتتشتمي في الكومنتات، هيقولوا عليكي عايزه تجيبي ريتش وقرف على دماغك، بلاش. فقررت اعمل الفيديو. المركز العاشر جوجيتسو كايسن. تاخدي في وشك دلوقتي من فانز جوجيتسو لما ايه. جوجيتسو كايسن واحد من الانميات اللي عملت ضجه كبيره جدا، وتكاد تكون من اشهر الانميات على مستوى العالم من كتر الناس ما اتعلقت بيها وبشخصياتها. انا ما بنكرش ان هو انمي حلو، الفايتات فيه حلوه، الشخصيات فيه حلوه، القصه يعني تعتبر جميله، لسه يعني ما فتحتش معانا قوي بس هي جميله. ولكن انا بالنسبه لي مش من النوع اللي حب جوجيتسو كايسن، ومش عارفه ليه بصراحه. يعني تيجي تقول لي جوجيتسو كايسن والّا كذا، هاختار الكذا دايمًا، يعني جوجيتسو كايسن قليل أوي لمّا باختاره، مش عارفة ليه بجد. هو أنمي أنا باحترم فانزه جدًا وهُم حلوين والأنمي حلو وشخصيات حلوة، فوجود أصلًا جوجيتسو كايسن في المركز العاشر عندي عشان نوبارا وماكي والبنات القوية اللي هُم معمولين صح، يعني مش اللي هُم مجرد تخديم على الأبطال أو كده. المركز التاسع مناصفةً بين سبايكس فاميلي وماشل. طبعًا أنت مش مصدق نفسك إن أنا حاطة الأنميين دول في توب 10، أنتِ إزاي أصلًا تحطيهم؟ أنا حاطاهم حضرتك في توب 10 أصلًا أنميات، يعني على أنميات أكبر من كده بكتير. سبايكس فاميلي وماشل أكتر الأنميات المضحكة الكوميدية اللي نزلت في خلال 10 سنين. أكتر حاجة ضحكتني بعد جنتاما، يعني أنا عايزة أقول لك جنتاما كان بيضحكني جدًا، لكن هو قديم. في الجيل الجديد اللي هو في آخر 10 سنين، سبايكس فاميلي وماشل أكتر الأنميات اللي أنا بانتظرهم، وأكتر الأنميات اللي لمّا بالاقي حلقة نزلت وأنا يومي كان صعب أو مضغوط، أنا الحمد لله أنا عندي سبايكس فاميلي النهارده، أنا عندي ماشل النهارده، كوميديا مش الكوميديا بتاعة الحزق اللي هو لازم أرمي الإفيه والناس تضحك، لأ هو بيعمل حاجات عبيطة جدًا فأنت بتضحك لإن هو مش قاصد إن هو يضحكك، الموقف كله بيضحك. المركز التامن كايجو نمبر 8، واحد من الأنميات الجديدة اللي لسه نازلة السنة اللي فاتت، والجزء الجديد بتاعه إن شاء الله هيكون شهر 7. يعني هو ده تطبيل، أنا ما أعرفش ليه أنا باطبّل لهذا الأنمي جدًا، جدًا، لإن أنا كنت باحبه، باحب الopening والending وباحب الشخصيات، ويمكن عشان كافكا حاسة إن البطل شبهي شوية في حاجات، فكنت ارتبطت بيه عاطفيًا جدًا. فايتات حلوة، في حاجات دايمًا بيقفل على حاجات الحلقة تقفل وأنت بتبقى عايز تدشدش الموبايل لمّا تقفل على الحلقة دي، فاللي هو طَب ادّونا حتّة كمان، طَب مش عارفة إيه. أحداثه حلوة، ولكن القصة يعني مش هاكدب عليك، القصة مش جديدة خالص، شبيهة جدًا بAttack on Titan، حد بقى وبيتحوّل معانا ومش عارفة إيه، ما فيهاش حاجة جديدة، ولكن أنا حبيته جدًا. أنت مش مضطر طبعًا توافق بهذا الترتيب، لإن باقول لك الترتيب ده بالنسبة لي، فأنا حبيته وحابة إن أنا أحطه في المركز ده. المركز السابع Tokyo Revengers، الأنمي اللي ليه أعداء، يعني دايمًا تشوف أنمي الناس ما بتحبوش، أنمي ناس ما تتكلمش عنه، أنمي ناس تتكلم عنه. Tokyo Revengers ليه أعداء، أنا ما أعرفش ليه عامل كمية الأعداء الرهيبة دي. بجد من الأنميات اللي أنا حبيتها جدًا، الفكرة بتاعتها فيها شوية عمق، في شوية أحداث، في شخصيات، في موسيقى حلوة، في حاجات كتير حلوة. الناس بدأت طبعًا تطبّل جدًا، جدًا، وبعدين برضه اختفوا شوية، ما يهمنيش إن الناس تختفي، يهمني الأنمي يفضل يكمّل، هو ده اللي بيضايقني بس لمّا الناس تختفي الأنمي ما يكمّلش، الحاجة دي تضايق. ولكن أنا ما يهمنيش بصراحة أي حد يطبّل لTokyo Revengers، أي حد مش عاجبه Tokyo Revengers ما باتناقشش معاه، يعني مش قصدي حاجة، اللي هو أنت حُر، أنت حُر فعلًا، لإن أنا دايمًا بالاقي على
هجوم شديد على طوكيو ريفنجرز، مش عارفة ليه، أنا شايفة الفكرة حلوة عشان تاكاميتشي عيوطة بيتضرب، لأ أنت مش شايف بقى الأنمي، أنت مش بتتفرج بعمق، أنت مش فاهم شخصية تاكاميتشي دي إيه، وإن إزاي هو حد ضعيف وكده وبيستحمل الضرب عشان يعني يشوف حاجة عايز يحققها. أنت مش فاهم، دي مش مشكلة عادي، مش كلنا لازم نفهم أو نوصل لنا فكرة الأنمي أو توصل لنا فكرة المانجاكا اللي هو عاملها. فطوكيو ريفنجرز واحد من الأنميات اللي أنا باستناها جدًا، واللي أنا باحبها جدًا، واللي هي فعلًا أنا من أكتر الأنميات اللي عجبتني وشدّتني في آخر 10 سنين. المركز السادس The Promised Neverland. ولو قصّيت الجزء التاني أنا محتفظة أنا حاطاه في المركز ده بالجزء الأول فقط، ولكن الجزء الأول من Promised Neverland كان بالنسبة لي مفاجأة أنا ما توقعتهاش. كان في مرحلة فاقدة فيها الشغف في الأنمي، ولكن جه الأنمي ده اطلع بقى طلّع كل حاجة للtop. قصة، رسم، تحريك، موسيقى، حبكة، كل حاجة كانت موجودة في الأنمي ده. أنا مش عادةً باخلّص عدد حلقات كبير وأنتم عارفين، ولكن الأنمي ده اتقسّم 6 حلقات خلّصته في يومين، 6 و6 هو كان 12. فأنا بالنسبة لي أنت مخلّصك 6 حلقات في اليوم، هو وTokyo Revengers برضه، خدت كمية حلقات كبيرة عليّا و6 حلقات كتير عليّا جدًا، جدًا. فPromised Neverland يا ريت، يا ريت حد يعمل إعادة إنتاج للجزء التاني، بجد هيبقى أنمي متكامل. لو أنا حطيت الجزء الأول والتاني واللي حصل بالمانجا والشخصيات اللي حصلت في المانجا يتعمل زي ما اتعمل في المانجا، ياه! المركز الخامس Blue Lock. أنا دايمًا باحب الرياضة وباحب الحاجات اللي فيها رياضة، يعني أنا باحب كرة القدم جدًا واللي متابعينّي عارفين. Blue Lock كان صيحة في عالم كرة القدم، مش اللي هو بقى يعني عايزة أقول لك أول حاجة تابعتها في حياتي كابتن ماجد والبسام ومش عارفة إيه، لأ هو ما كانش كده. Blue Lock حاجة جديدة جدًا في منطق كرة القدم، الفكرة، الكلام ده كلّه، وكل واحد مش اللي هو بقى الفريق ومن أجل الفريق وهنضحي، لأ، أنت من أجل نَفْسك هنا، من أجل إن أنت تبقى رقم 1 في اليابان. قصة حلوة، الشخصيات اللي هم اللعيبة حلوة جدًا، المدرب إيجو حلو جدًا، من أكتر الأنميات بغض النظر عن المهزلة اللي حصلت في الجزء بتاع التاني اللي هو بتاع التحريك وكده، ولكن قدر Blue Lock بالنسبة لي حتى مع مهزلة التحريك والقرف اللي حصل في الجزء التاني إن هو يفضل في مركز متقدم في أفضل أنمي رياضي نزل في آخر 10 سنين. المركز الرابع Black Clover. أنا باسميه Hunter x Hunter، يعني Hunter بالنسبة لي يعني أنت واحد عندك تروما من Hunter إنه مش هيرجع، Black Clover كده برضه، يعني مش هاشوف Black Clover تاني، اللي هو يعني طب أنا كنت باتريق عليك عشان توجع لي ودني من كتر ما باصرخ، تعالَ صرخ فيها، والله تعالَ خلاص وحشتني جدًا. Black Clover بالنسبة لي من أحد أهم الأنميات اللي نزلت في آخر 10 سنين. آآ أنمي بريحة الأنميات القديمة، يعني أنت تحس إن هو Bleach وأنت تحس إن هو Naruto وتحس إن هو Hunter. فهو بالنسبة لي يعني بجد شخصيات حلوة، الأركات كانت حلوة، قصص كتيرة، الشخصيات فعلًا، فعلًا جميلة فيه جدًا، الموسيقى بتاعته حلوة. فBlack Clover يعني أتمنى إن هو يرجع، ومن الأنميات اللي اتعلقت بيها وأنا ما كنتش متوقعة إن أنا أتعلق بيها، يعني كذا حد يقول لي: "شوفي Black Clover." يا جماعة لأ، شوفي Black Clover، لغاية لمّا شُفته بجد أصبح في المركز الرابع عندي. وطبعًا أعتقد من المانجا والكلام اللي أنا سامعاه ممكن يتقدم أكتر، بس يعني الرابع ده عشان نسيتك حضرتك يعني. المركز التالت Boku no Hero Academia. طبعًا عارفة إن في ناس هتعترض جدًا على المركز ده، ولكن Boku no Hero واحد من الأنميات اللي كانت بالنسبة لي متعلقة بيها جدًا، بالذات في أوائل الأجزاء. أوائل الأجزاء كانت بالنسبة لي تحفة، الاختبارات بقى بتاعة المدرسة ومش عارفة ياخدوا الرخصة، الحاجات الجميلة الحلوة دي. لمّا مثلًا باكوجو اتخطف وAll Might قال له you are next، أنا عيّطت مثلًا في حتّة زي دي. فاللي هو كان بالنسبة لي أنمي حلو، بال3 أجزاء دول أنا باحبه جدًا. يعني أنا عايزة أقول لك في جزء في أنمي مثلًا يفضل يخلّيني أعشق الأنمي ده، الجزء التالت بتاع Attack on Titan، اللي هو لمّا راحوا وزيك ضربهم بالبتاع، ده أفضل جزء عندي. نفس الكلام Boku no Hero بغض النظر عن التخريف اللي بيحصل في آخر سيزونات، ولكن أنا بالنسبة لي قصة أنا باحبها وشخصيات باحبها وهافضل أكمّل معاها لغاية لمّا نشوف نهايتها إيه. هُم تقريبًا خلاص آخر سيزون هينزل، بس مش عارفة شهر كام، تقريبًا 7 برضه أو حاجة زي كده، هينزل آخر سيزون من Boku no Hero ونشوف القصة بقى هتقفل على إيه. المركز التاني ومش عايزاك تتنرفز، دكتور ستون. دكتور ستون اللي متابعني عارف إن أنا يعني لو ما كانش اسمي دينا بليتش كان هيبقى اسمي دينا دكتور ستون. باحب الأنمي ده جدًا، ومتضايقة جدًا إن هو ما حدش بيحبه زيي. باحبه جدًا، جدًا، يعني أنت بُص دايمًا زي ما باتكلم على بوكو no هيرو أو باتكلم على أي حاجة تلاقي جزء طالع، جزء نازل، مش كل الأجزاء بمستوى بعض. دكتور ستون منزّل كام جزء دلوقتي كلّهم أحسن من بعض، يعني أنا باستغرب على الثبات في المستوى، القصة الجديدة، الكوميديا اللي موجودة، الرسم والتحريك والشخصيات الشريرة اللي بتظهر كل مرّة، بجد إيه الجمال ده!
ليه ما حدش بيطبل له؟ يعني هو ليه ما عندوش فانز زي بتوع سولو ليفلنج يظبطوا ليه يعني؟ فبحس بنفسي ان انا واحده من مشجعين دكتور ستون اللي هتفضل تشجعه وتحطه رقم 2 بافضل 10 انميات ليها في اخر 10 سنين. المركز الاول يستحقها بجداره، بصراحه يستحقها بجداره ديمون سلاير. انا شايفه ان هو الافضل في العقد الاخير، وش من حيث المبيعات، من حيث المانجا، من حيث الافلام اللي بتنزل وبتحقق ايرادات، من حيث كل حاجه هو الافضل لغايه دلوقتي. ناس كتير جدا حتى مش متابعين انمي ممكن تعرف ديمون سلاير من كتر ما اتشهر عالميا. الشخصيات بتاعته في كل حته، كل الناس بتعمل الكوسبلايهات بتاعته، اتشهر، هو يستحق. القصه يعني حلوه جميله، بس احنا ارتبطنا بالشخصيات اكتر، يعني بالنسبه لي الشخصيات اكتر فيه بحبها من القصه. ديمون سلاير بجد بجد يعني من غير، مش عايزة أطبّل له، آية هتزعل جدًا، ولكن Demon Slayer يستحق إن يكون أفضل أنمي بالنسبة لي في العقد الأخير من كل حاجة، من كل حاجة بصراحة. منتظرين، يعني ما أعتقدش في أنمي حد مستني أفلامه ال3 اللي هتنزل زي Demon Slayer. شوف لي كده، أنا باحب أفلام كونان، مثلًا في بيقولوا إن Solo Leveling ممكن تتعمل فيلم الجزء التالت، ما حدش منتظر الانتظار الشغوف ده زي الأفلام اللي إحنا مستنيينها من Demon Slayer. بنعِد الأوقات. قبل ما تتنرفز تقرر تكتب كومنت قد كده هجوم، اكتب لي أقصى 10 أنميات بالنسبة لك من 2015 ل2025. بس سهلة. أنتِ رأيِك مش عاجبني يا دينا، معلش يعني أوكي، بس لو سمحتِ أنا عايزة 1، 2، 3، 4. في أنميات كتير أنا ما شُفتهاش، Bungo Stray Dogs ما شُفتوش، في حاجات كتير. Solo Leveling ليه مش في ال10 عندِك يا دينا؟ يعني هو قضاء ربنا، أنتم عارفين أنا يعني عندي مشاكل مع Solo Leveling، ولكن هو أنمي حلو جدًا ويعتبر الناس بتعتبره من أفضل الأنميات اللي نزلت في آخر 10 سنين. فأنت اكتب لي كده زي الشطور الأمور، عايز 10 بتوعك إيه؟ ولو مكمّل معايا لغاية دلوقتي أشكرك شكرًا جزيلًا، وأسألك سؤال واحد، هل عملت لايك؟ هل عملت سبسكرايب؟ يا أخ والله عايزين ندخل ال100.000. يعني أنا كنت عايزة أدخل ال100.000 قبل عيد ميلادي، هتقولي أنتِ عيد ميلادِك إمتى؟ أقول لك 21/5، ما فيهاش، مش هنوصل، مش هنلحق، ولكن إحنا هدفنا دلوقتي نوصل 100.000 سبسكرايبر، فحاولوا ندعم ونعمل سبسكرايب لو بنشوف الفيديو ده، وإن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية كتير. باي.